لقيتها بتقولي انت اسمك ايه؟ قلت لها سمير يا هانم. قالت لي تمام، انا اسمي ميادة يا سمير وهحتاجك في حاجة مهمة جدا. قلت لها ايه هي؟ قالت لي انا ليا صديقة هي وجوزها اتطلقوا اكتر من 3 مرات. قلت لها اه. قالت لي هما هيقولوا لك عايزينك ومحتاجينك علشان ما بقوش ينفعوا يرجعوا لبعض تاني. قلت لها يعني انتي مطلوب مني ايه؟ قالت لي انت مش عايز فلوس وعمال بقالك ساعة ترغي وتهبد ان انت محتاج فلوس. قلت لها ايوه، وان بنتك عيانة ومحتاجة مصاريف وانت مديون لطوب الارض بسبب المصاريف دي. قلت لها ايوه. قالت لي طب تمام، اللي انا بقوله لك ده هيحل لك كل المشاكل. ومن ساعتها وانا كنت رافض الفكرة لحد ما قالت لي هيدولك 20,000 جنيه وتتجوزها اسبوع وبعدين تطلقها، وساعتها تاخد ال20,000 جنيه وتحل كل مشاكلك. لما شفت مها اللي هي قالت لي عليها لقيت ست زي القمر، اي نعم اكبر مني وحلوة وشيك وستايل، واهتمامها بنفسها كان مخليها مش باين عليها سن ابدا. كنت شفتها هتهبل عليها وقلت معقول تكون دي متطلقة في يوم من الايام؟ الكلام ده خلاني بجد هتجنن عليها. ايه الجمال والحلاوة دي؟ ايه الرشاقة والرقة والحلاوة دي؟ طبعا تممت الجوازة وليلة الدخلة جوزها قال اطلع برا وهتقعد اسبوع وهيبقى على الورق بس، لكن صاحبتها قالت لي مش هينفع، لازم نتمم الجوازة شرعي وهي عايزة كده. قلت لها طب وبعدين؟ قالت لي تنزل قدامه وترجع تاني وهي هتكون هنا وانا هسيب لكم الشقة. وفعلا ده اللي حصل، واول ما نزلت شفت قدامي حتة مهلبية عايزة تاكل اكل، حاجة كده من الاخر زي ما بيقولوا. طبعا انا كنت قاعد هتجنن، ايه الجمال والرشاقة والحلاوة دي؟ هو في كده؟ هو في ستات حلوة كده؟ انا ما كنتش مستوعب قد ايه هي جميلة وموزة كمان وستايل وشيك. طبعا انا فضلت قاعد فترة متنح كده، لقيتها بتقولي انا مش عاجباك ولا ايه؟ وبدأت ان هي تقوم تتدلع قدامي وخلعت الروب وشفت قدامي حتة مهلبية زي ما بقول لكم، وانا ما قدرتش ساعتها اقاوم وقمت جري عليها نزلت فيها اكل وهي مبسوطة قوي. بتقولي تصدق ان انت احلى منه بكتير؟ قلت لها ازاي؟ قالت لي اخره معايا 10 دقايق وكل واحد بيروح لحاله ويديني ظهره. قلت لها انا معايا قمر زي كده اقعد 10 دقايق؟ ده انا ما قعدتش وكبت معاكي طول الليل ما هبقاش كويس. قعدت تضحك وقالت لي فعلا انت جميل قوي. المهم كنا بنتقابل انا وهي كل يوم في شقة صاحبتها دي، ولحد ما جينا في وقت من الاوقات والاسبوع خلص كنا متفقين انا وهي نقعد اكتر من كده ونقول له ان انا بنت عيانة وفي المستشفى ومش فاضلهم دلوقتي ونتقابل اكتر، لحد ما قعدنا حوالي شهر. ايه اللي جرى بقى بعدها وايه اللي حصل ده اللي هحكي لكم عليه، بس يا ريت في البداية تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، ويلا بينا نكمل احداث القصة. صاحب القصة بيقول انا سمير عندي 33 سنة، شغال تاكسي واوبر والحاجات اللي انتوا عارفينها عن طريق الابليكيشن. في يوم من الايام جالي ريكوست لمكان معين ولقيت اللي طالباه واحدة ست حلوة وشيك كده اسمها ميادة. قعدت تتكلم معايا طول الطريق، وفي الأثناء دي عرفت إن أنا بنتي تعبانة وعندها حساسية على صدرها ودايما بتتحجز في المستشفى، وإني مديون كتير قوي علشان خاطر تعب بنتي وإنها محتاجة عملية. طبعا فضلت تتكلم معايا وخدت تليفوني وقالت لي بعد كده هاخدك في المشاوير بدل ما اطلب ابليكيشن وحد غيرك يجيني. وكلمتها واديتها رقمي وشكرتها كمان وادتني مبلغ كبير اكتر بكتير من فلوس المواصلة. فضلنا على كده كام يوم لحد ما طلبتني اروح اوديها مشوار تاني، واحنا راجعين لقيتها بقى بتعرض عليا الحاجات
أو قصة الجواز اللي قلتها لكم في بداية الفيديو. عشان ما تتوهوش مني، بعد فترة من ارتباطي بمها وكانت شهر كامل، لقيت جوز مها أو طليقها بيهددني إنه هيأذيني لو أنا ما روحتش وتممت الطلاق. وفعلا رحت وطلقتها وأخدت باقي فلوسي ومشيت. لكن كنت من وقت للتاني بنتفق أنا وهي إننا نتقابل في شقة ميادة. ميادة مطلقة وما عندهاش أولاد وصاحبة مها قوي وبتحبها قوي. جوزها برضو بيحبها بجنون، حتى بعد ما اتطلقنا بشوية ورجعوا لبعض كنت أنا مش قادر أنساها وكنت متعلق بيها قوي. وكنا كل وقت كده كل فترة نتقابل في شقة مها وتسيبها لنا وتنزل ونتقابل أنا وهي مع بعض ونقضي وقت كبير وحلو قوي. المهم فضلنا على كده فترة لحد ما منعت نفسها عني تماما وعملت لي بلوكات من كل حاجة وقالت لي خلاص بقى اللي بينا انتهى، ما بقاش ينفع اننا نرجع لبعض تاني. حاولت معاها وكنت هتجنن، لاني رغم اني متجوز حبيتها وتعلقت بيها وحبيت كل حاجة بنعملها انا وهي مع بعض. طبعا الموضوع ده جنني منها قوي وغاظني وخلاني مش طايقها ولا طايق اني اجيب سيرتها ولا ابص في وشها. بس مع الوقت بدأت اشتكي الميادة ان هي جرحتني وجت عليا جامد، وانا نفسي بجد انساها وابعد عنها. في الوقت ده ميادة بدأت هي نفسها تتقرب مني وتقولي انت شاب وسيم ورياضي وشيك واي واحدة غيرها تتمناك، انساها. حسيت ان هي بتلمح لي على نفسها وكده، وان هي ممكن تكون عايزاني، وخصوصا ان هي بدأت تتلكك كتير وتطلبني اوديها مشاوير كتير وحتى اخرج معاها المشاوير دي. ولو رايحة مكان وكده تقولي فضي روحك تعالى معايا وهعوضك عن الوقت اللي انت بتقضيه معايا ده. فضلنا على كده لحد ما في يوم لقيتها بتقولي انا عايزة اتجوزك، انت ايه رأيك؟ قلت لها انتي متأكدة؟ قالت لي ايوه، انا من وقت ما بدأت ان انا اقولك على حوار مها وجيت وعملت معاها الكلام ده وقد ايه بقى كانت بتشكر فيك وقد ايه انك شديد وقوي، وانا من ساعتها وانا هتجنن عليك. لكن ما عدتش قادرة اقاوم. انا كنت ساكتة في الاول على اساس ان انت بتحبها وهي بتحبك فما كنتش بتكلم، لكن دلوقتي هي خلاص سابتك وانت سبتها وانا بعرض عليك الجواز. بعد تفكير وافقت علشان اغيظ مها وعلشان كمان الست دي معاها فلوس وغنية وكده، وده اللي خلاني اوافق على الجواز منها وكده. وبس في الاساس كان علشان اغيظ معها. قعدت معاها يوم واتنين وتلاتة وشهر واتنين وتلاتة ولقيتني مش قادر، رغم هي كانت في كل حاجة حلوة وكانت طول الوقت عايزة اني انا وهي ما نطلعش من اوضة النوم وتقولي انا سمعت من مها عنك حاجات كتير حلوة وعايزة اشوفها. لكن هي امكانياتها ما كانتش زي مها، وانا كنت بحب مها اصلا، فكان كل حاجة بتطلع مني جميلة، وغير اني صعيدي وكده فكانت تقول لي الاحلام اللي عندك دي انا عمري ما شفتها عند حد، الحاجات اللي بتعملها دي عمري ما شفتها. وده برضو اللي كانت بتقوله مها. فالست دي حبتني بجنون هي كمان وتعلقت بيا، لاني لما كنت بدخل معاها كنت بنزل على الخوخة بتاعتها بالاكتر من 3 ساعات، وهي طبعا هتموت من كده ومبسوطة وفرحانة. كانت تقولي انت بتاخد حباية زرقاء؟ اقول لها لا خالص ما كنتش باخد اي حاجة. فحبتني قوي بس انا ما قدرتش. قلت لها بصي انا مش عايزة اظلمك بس انا مش مرتاح في الجوازة دي وعايز نتطلق. قالت لي ليه؟ قلت لها علشان انا لسه بحب مها ومش قادر انساها ومش عايز لا اعرفك ولا اعرفها ولا اعرف اي حد من ريحتها خالص. واتفقنا اننا نتطلق، وهي كانت بتتحايل عليا علشان افكر تاني علشان ما نتطلق، لكن انا ما كنتش قادر. فضلنا على كده فترة انا وهي لحد ما بعدت عنها خالص وفعلا اتطلقنا. بس
هي من غيظها مني طلعت مصوراني أنا ومها واحنا عندها في الشقة، وراحت شارية خط جديد وبعت الحاجات دي من الخط ده لجوزها، وعملت ان انا اللي بعتله ده علشان ابتزه واخد فلوس تانية منه ايام ما كنت متجوزها. طبعا هو جالي البيت وعمل معايا مشكلة كبيرة جدا، ونزل فيا ضرب هو واتنين بلطجية كان جايبهم معاه. يعني اداني علقة محترمة الصراحة قدام مراتي وبنتي، وعرفها على كل حاجة وقال لها انا ايه، واني بتجوز بالفلوس زي عادل امام بالظبط. ومن ساعتها ومراتي سايبة البيت هي وبنتي وطالبة الطلاق. والراجل ده هو ومقيادة خربوا بيتي وفضحوني في العيلة كلها، والناس كلها عرفت حتى الجيران، والكل مش طايقني ولا بيتكلم معايا ولا عايزين يتواصلوا معايا بأي شكل من الأشكال. حتى كل واحد خايف على مراته مني ويقولي كلمتين ملهمش لازمة، وفي النهاية خالص يقولولي انت بتتجوز، بس ما بيقولهاش كده طبعا بالفلوس، يا حقير يا ندل يا مدي يا مش عارف ايه، انت بتتحايل على ربنا وعلى الشرع وده لازم يكون جزاتك. ومراتي مصممة على الطلاق وانا مش عارف اعمل ايه. قلت اقول لكم حكايتي واحكي لكم مشكلتي، جايز حد فيكم يقدر يساعدني ويقولي اعمل ايه وارجع ثقة مراتي فيا ازاي، وابعد عن القرف ده كله ازاي. انا برضو لحد اللحظة اللي احنا فيها دي مش قادرة انسى مها، مش قادرة انسى كل حاجة حلوة حصلت بينا، وخصوصا يعني ان هي ست فاهمة وعارفة كل حاجة وخبرة شوية في العلاقة دي، اكتر من مراتي واكتر من صاحبتها ميادة واكتر من اي حد انا عرفته. مرتحتش الا معاها في العلاقة دي، وما حسيتش بنفسي وبرجولتي الا معاها، لكن ده ما يمنعش اني عايز ارجع محترم والناس تثق فيا تاني، ومش عارف اعمل المعادلة دي ازاي. فقلت احكي لكم حكايتي، جايز حد فيكم يعرف ليا طريقة او نظام امشي عليه واكلم الناس بيه يعرفوا ان انا محترم، وان اللي حصل ده كان عشان خاطر بنتي ومرض بنتي والفلوس ان انا كنت محتاجها في علاجها مش اكتر. لاني في الاول رفضت وقعدت كتير رافض لحد ما حسيت ان مفيش قدامي غير اني اوافق عشان خاطر بنتي ومرضها والفلوس اللي انا مديون بيها. فياريت ما تحكموش عليا من ناحية واحدة وتقولوا ان انا واحد بتجوز بالفلوس. والكلمة التانية طبعا انتوا عارفينها بس ما ينفعش اقولها لانها عيب وما ينفعش تتقال كده. اعمل ايه؟ منتظركم تردوا عليا، وياريت يكون بدون تجريح، واشكركم مقدما. حلقتنا انتهت لكن فيديوهاتنا لسه ما انتهتش. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله هنتقابل في قصة وحكاية جديدة. اشوفكم على خير، هتوحشوني. باي باي يا احلى واجمل واحب متابعين في الدنيا على قلبي.